مساء الخير. النهاردة هنعمل باذنجان بدون قلية في الزيت. بجد طريقة سهلة خالص ونتيجتها تحفة، وكمان للناس اللي بتحب الرجيم. اول حاجة انا معايا كمية الباذنجان اللي انا عايزاها، اي كمية طبعا انتي حباها حسب اعداد الاسرة بتاعتك. ببدأ كده اقطعه لشرايح زي ما انتي شايفة كده. السمك اللي احنا بنعمله العادي بتاعنا، السمك اللي متعودين عليه ده، نفس يعني السمك ده. وابدأ اخرط الباذنجان بتاعي بالشكل ده. بجد طريقة تحفة وسريعة جدا، هتشوفيها دلوقتي. هي مفيش اصلا خطوات كتير، هي خطوة بسيطة جدا هتشوفيها دلوقتي. انا كده خلاص خرطت الباذنجان كله. بصي، اهم حاجة تكون طاسة تيفال عندك، او صينية تيفال يعني، او سيراميك، اي حاجة ما تكونش بتلزق. وابدأ كده بدون اي مادة دهنية زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش اي حاجه خالص. وابدا ارص الباذنجان بتاعنا. هقولك هنسويه ازاي دلوقتي، هتشوفي دلوقتي ان احنا هنضغط على الباذنجان ازاي. بس بعد 3 دقايق، نار متوسطه. بسيب الباذنجان كده بعد ما انا رصيته، هسيبه 3 دقايق. بصي ياخد اللون ده واقوم قلبه، علشان لسه في خطوه تانية هنعملها. بصي بياخد اللون كده، وابدا اقلب. بصي كل واحدة كده اشوفها، وهي بتاخد بالظبط. انا خدت معايا 3 دقايق وقلبت. ويعني كل اللي اشوفها احمرت كده، ابدأ اقلبها على نار متوسطة. بقلب كده. بصوا اول كده لازم تضغطي كده وتنزلي المية زي ما انت شايفة كده، شوية مية بينزلوا من شرايح الباذنجان. تضغطي كده عشان كمان تستوي كويس، وكمان بتدي لون. يعني بصي هتلاقيها دلوقتي بجد طريقة حلوة قوي. بصي كلهم ضغطت عليهم بالمعلقه زي ما انت شايفه كده، وتطلعي طبعا. بصي قد مستويه وطريه معاكي الباذنجان. بصي يعني بجد طريقه حلوه وسريعه خالص. زي ما قلت لك، كل جهه بتاخد 3 4 دقايق بالكتير خالص، وتضغطي عليها بالمعلقه. بصي انا كده طلعت اول طاسه. اول دي طاسه، لسه كمان هعمل معاكم كمان الطاسه التانية بس عشان تشوفوا كمان خطوه. ده لسه كمان هقول لكم هنطعم الباذنجان ده ازاي دلوقتي. بصوا انا هرص كده كمان زي ما انت شايفه كده، الطاسه ما فيش اي حاجه خالص. وزي ما قلت لك هرصهم كده. وتابعي كمان الفيديو، هو قصير اصلا علشان تشوفي ازاي الباذنجان هيتطعم ويبقى طعمه جميل جدا. هتشوفوا دلوقتي. بصي انا برص كده البتنجان واديله 3 دقايق واضغط كده. شايفه الميه اللي بتنزل كده من البتنجان، لازم تضغطي عليها عشان تتاكدي ان هي مستويه كده بصي خلاص كده، لازم تضغطي عليها زي ما بقولك وتقلبيهم. اول ما بيحمروا بتطلعيهم. انا هطلع الكميه دي كلها بقى في طبق، عشان طبعا وقت الفيديو. انا طلعتهم كده كلهم، عملتهم بنفس النظام. تضغطي عليها بالمعلقه وتطلعي. التتبيله معايا دلوقتي دي توم، في توم وفلفل اخضر وبابريكا وكمون وملح. دول البابريكا طبعا عشان تدي لون شبه كده المقلي. هتشوفي دلوقتي. ومعلقه زيت بس هنطعم بيها البتنجان بتاعنا. معلقه زيت ذره صغيره كمان، دي معلقه صغيره بتاعت شاي. ضربتهم كده في بعض، وببدا ادهن الباذنجان بتاعنا علشان يتطعم ويبقى طعمه زي المقلي. طبعا طريقة تحفة، ممكن تعملي بيها مسقعة من غير ما تتهنيه ولا اي حاجة. بس انا طبعا احنا هناكله كده من بدون مسقعة او اي حاجة، فانا طعمته. حبيت اطعمه بالثوم والفلفل الاخضر والكمون والبابريكا. بجد حاجة كده تحفة وسريعة، وبدون يعني زي ما انت شفتوا بدون زيت خالص. اتمنى تجربيها دلوقتي. قومي جربيها واكتبي لي في التعليقات.